السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عام سعيد علينا كلنا ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجة حلوة كده معانا هتعجبكم كلكم ان شاء الله بطريقة سهلة واقتصادية جدا. معايا هنا كوباية لبن. تمام، حطيت عليها نص كوباية سكر. يا ريت بس تحطي اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتدعموني وتشجعوني عشان انزل كل جديد. تمام، كوباية لبن حطيت عليها نص كوباية سكر وكيس خميرة فورية. بشكر كل الناس اللي دخلت لي القناة جديد. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم ويعجبكم فيديوهاتي. حطيت معاهم تلت كوباية زبدة. ممكن تعمليها بالزيت عادي، مفيش مشكلة خالص. انا كان عندي حتة الزبدة دي حطيتها. انا كنت مسيحاها شوية في الميكروويف بس الجو برد فجمدت شوية. حطيت بيضاية وحطيت كيس فانيليا. تمام، هقلب كل ده كده مع بعض يدوب كله خالص مع بعض. كوباية اللبن انا حطيتها دافية. يبقى انا حطيت كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، كيس خميره فوريه، بيضايه، فانيليا، وبقلب كله مع بعض. حطيت هنا كوبايتين دقيق وبقلب على حسب بقى العجينه معايا. الم العجينه كلها، لو احتاجت هي هتحتاج معايا دقيق تاني هحطه برضو. تمام، انا بقلب كده. هقلب بقى بايدي كله مع بعضه. هنا انا حسيتها ملزقه شويه هفضل اعجن فيها. وحطيت معاها شويه دقيق كمان، يعني انا بحط الدقيق لحد ما العجينه تلم. تمام، هي عايزه عجن معايا انا هحطها على الرخامه واعجن. تمام، هوريكم شكلها بقى. هنا لمت، بقت كويسة كده جدا. هسيبها بقى احطها هنا في الطبق واسيبها تخمر. هنا بقى معايا كان عندي قشطة من اللبن. حطيت نص كوباية. تمام، انا محطتش جبنة خالص في الصوص ده. حطيت نص معلقة زبدة وكيس كريم شانتيه، وهحط كيس فانيليا. تمام، كل ده كده في الخلاط. وهحط نص كوباية سكر. يبقى هنا معايا في الخلاط نص كوباية لبن. انا كانت عندي القشطة بس حطيتها. كيس كريم شانتيه، كيس فانيليا، نص معلقة زبدة، نص كوباية سكر. كل ده في الخلاط وهضربهم كويس اهو. هنا انا حسيته تقيل شوية زودته برضو شوية لبن. تمام، انا عملت كده الصوص بتاعه حطيته في التلاجة. كانت العجينة خمرت. هبتدي بقى افردها. رشيت شوية دقيق وهفردها بقى بالنشابة. عايزة السمك بتاعها ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. هحاول على قد ما اقدر افردها مستطيل. انا حاولت اجيب لكم اسهل طريقة عشان خاطر الناس ما تتلخبطش. الطريقة دي سهلة وان شاء الله هتعجبكم. هنا انا حاولت على قد ما اقدر افردها على شكل مستطيل. تمام، عندي بقى بقية الزبدة دي هدهنها. هحاول بقى ادهن الزبدة كلها الاول. هو المفروض كنت سيحتها شوية اهو. انا دهنتها كلها كده بايدي. عندي بقى هنا انا حاطه معلقه سكر عادي، ومعلقه قرفه ومعلقه كاكاو خام. تمام، قلبت كله في بعضه وهرشها كده على الزبده اللي انا دهنتها. لو مش حابين القرفه ممكن تستبدلوها بكله يبقى كاكاو خام، يعني كل الخليط ده يبقى كاكاو من غير قرفه خالص. تمام، هحط بقى الكميه اللي انا حطيتها دي. تمام كده، دي الكميه كلها. هبتدي بس امشي المعلقه عليها كده عشان الخليط ده يثبت على العجينه. قومي كده تشجعي في الساعة دي، اعملي حاجة حلوة لولادك بمناسبة رأس السنة الجديدة. هتعجبكم ان شاء الله. انا كده ابتديت لفتها وبضغط عليها بايدي. تمام، وانا بلف كده
خلاص هجيب بقى طرف العجينة من الناحية التانية هقفلها كويس. انا بقفل طرف العجينة كده عشان ما تفكش مني، وبسويها. دي هنا معايا صينية دهنتها بحتة زبدة، وهجيب سكينة حامية هقطعها كده من النص، طبعا الحجم اللي انت عايزاه، بس انا ما بحبهاش رفيعة قوي. تمام، دي شكلها كده، شكلها حلو قوي، ان شاء الله تعجبك. دي شكلها. هقطعها بقى كله السمك ده. عايزة ترفعي شوية ما فيش مشكلة، بس الحجم ده مناسب. هستناكم تعملوها الطريقة بتاعتي دي، وان شاء الله تعجبكم. تمام، هنا خلصت الكمية اللي معايا وحطيتها في الصينية، هسيبها تخمر تاني حجمها يتضاعف. تمام، وهنا بقى كانت خمرت وحطيتها في الفرن. هنا بعد ما طلعت من الفرن شو شكلها جميل جدا. هنا بقى الصوص الابيض معايا بتاع الكريمة، وعندي عملت صوص شوكولاتة، حطيت كاكاو خام وسكر وزيت في الخلاط. تمام، هنا بقى هتحطي عادي في الطبق وتحطي عليها صوص، وان شاء الله تعجبكم جدا. جربوا الطريقة دي، الطريقة سهلة ومخدتش مني وقت خالص. عايزة تعمليها بصوص الجبنة، ممكن تحطي جبنة مثلثات في الصوص اللي انا عملته ده في الخلاط. تمام، ان شاء الله هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين بألف هنا وشفا على قلوبكم. سنة سعيدة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.